السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من سلسلة فيديوهات كورس الآينس للأنفنجا أو متعلمين اللغة الألمانية المبتدئين. طبعا واضح من صوتي إن أنا الحمد لله بسجل ساعة صلاة الفجر أو قبل الفجر بشوية، فلسه مخلصين شغل ويدوب نلحق نعمل الفيديو التاني بتاع الأو أونلاوت. أنا متفقة معاكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت إنه إحنا بنقول حرف أو حروف الأملاوت اللي عندك. بلاش تقول إيه أو أو. أنا ضد الفكرة دي كاسم الحرف، لكن كصوته أنت بتتكلم صح. فأنت عشان تميز ما بين اسم الحرف وصوت الحرف، حتى وإن كان حد من الألمان بيشرح لك نفس الحاجة، حتى وإن كان حد عربي مصري سوري فلسطيني أردني عراقي أيا كان الجنسية اللي بتشرح اللغة الألمانية، فانا مختلفة معاهم في حتة معينة، وهي ان انا ما اقولش ا ا ايه. انا ضد الفكرة دي. ده مش اسم الحرف، ده صوت الحرف. دي نظرية عندي، اعتقاد عندي. ليه؟ انا لما اجي اقول لك اعملي بوخشتافيرونج او اعملي تهجئة لكلمة معينة، وجيت قلت لي حرف الايه، انا هعتقد حرف الايه انهي. احنا اتفقنا انه في اتنين ايه. في هنا كده القلم بس سريع. انا عندي دي اسمها ايه، والآ umlaut بيعمل لي صوت الايه. ده الصوت الايه ده اسمه ايه، اسمه. لكن ده انا بقول لك قول umlaut. تمام. طيب انت مش مقتنع بالكلام اللي انا بقوله وعايز تقول زيهم وخلاص، خلاص بقول لك الحاجة اللي تريحك. تمام، يبقى زي الفل. المهم هنا صح وهنا صح، مفيش مشكلة. بس هو كاعتقاد عندي، انا الناس بتتلخبط لما اجي اقول ايه، فاقول لك انهي ايه، لو خصوصا في الاسماء. يعني لو في كلمة المانية معروفة لل... للجميع، انت مش فاهم انهي ايه وهو مش فاهم انهي ايه، فممكن تحصل لخبطة. فخلينا على الوضع اللي احنا قايلينه ده. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية أنا هوري لك بايشبيل وهما بينطقوا في الفيديو بتاع الكرتون زي ما احنا متفقين. بيكون في بعض الكلمات فالنطق شوية، في بعض الكلمات ظبطت، في بعض الكلمات لأ، وأنا هوقفها لك واحنا ماشيين وافهمك ايه اللي حصل. تمام. طيب، منعا للكلام الكتير عشان الفيديوهات متكونش طويلة عليكم، يلا نبدأ بالفيديو ونخش على او umlaut. Auch ein großer Unterschied ist Mann ثانية أعمل und بس ne. الصوت واطي. Der zweite Umlaut ist das Ö. Das Ö ist eine Mischung zwischen O und E. Und ihr könnt das Ö euch so vorstellen. Ihr macht mit dem Mund طيب، عندنا حاجة زي ما احنا متفقين، أي حرف عندك أي كلمة هنا أنت بتترجمها. أنا مقدرش إن أنا أترجم لك كل حاجة. ليه؟ لأنه أولا الفيديوهات وقتها هيزيد عليك قوي، أنت هتزهق مني. دي حاجة. الحاجة التانية، أنت لازم بإيدك تترجم كل حرف. زي ما احنا متفقين، أي حاجة تلاقيها صعبة عليك هتعرف تكتبها في الكومنتات هنا على اليوتيوب زي الفل. مش هتعرف، ادخل على جروب التليجرام واللينكات متثبتة عندكم على البيج. خش جوه على التليجرام، اكتب أي حاجة في كومنتات الجروب، يعني بوست او حاجة او منشور او ايا كان المحطوط. ابتدي اكتب الاسئلة بتاعتك سكرين كده بالكلمة الصعبة، سكرين بالجملة اللي انت مش فاهمها، وانا عينيا الاتنين اشرحها، ما عنديش اي مشكلة. سواء معانا في الكورس او مش معانا في الكورس براحتك. طالما انت معانا في على اليوتيوب يعني حاجة صعبة عليك، تعالى ايه قولي. طيب، الحاجة التانية اللي انا برضو عايزاك ان انت ما تعملهاش، انا مش بمشي معاك قوي بقواعد للنطق بتاعة اللغة، ولكن أنا بتعامل معاك إن أنت كأنك بيبي صغير زي ما أنا عملت بالظبط. كأنك بيبي صغير. البيبي أنا ما بجيش أقول له يلا تعالى تعالى يا ميلا هناخد اسم ألماني، أنا النهاردة عايزاك تتكلم ألماني وأنت هتطلع راجل ألماني. فيلا قول حرف الأو umlaut بيتنطق صوت أو كده، وهو عبارة عن مزيج ما بين حرف الأو وحرف الإيه. أكيد مش هروح أقول له حاجة زي كده. طب هو إزاي بيعرف يتكلم ألماني؟ وإزاي أنت كعربي اتكلمت عربي؟ وإزاي حد تاني أمريكاني يتكلم أمريكاني أو يتكلم إنجليش؟ إزاي بيحصل؟ تقليد. قلد. قلد صوتهم وهم بينطقوا. شوف الكلمة وقلد صوتها، بس اعرف معناها. قلد صوتها، اعرف معناها وانت زيه. مش عايز منك أكتر من كده عشان متوجعش راسك. فأنا هنا جايبة لك الفيديو تشوف الكلمات ونطقهم للكلمات. الحاجة التانية اللي أنا عاوزاك تاخد بالك منها، إن هي وهي بتعمل ستريس على الكلمة لوحدها هتلاقي نطقها مختلف غير وهي بتنطقها في وسط جملة. عشان في ناس سألتني في السؤال زي ده قبل كده في الكورس. الكلمة بتتنطق، هما حسوا، لاحظوا كلمات كده على السريع اتنطقت ايه
يعني كأنها حرف الأو قريب، يعني بقت قريبة من الأو، وشوية تاني لأ أو أملاوت كده زي möchten. تمام. können möchten، مش بقول können، مش بقول möchten كده. تمام. فلما بعمل ستريس على كلمة معينة ممكن الصوت ما يظهرش ليك واضح قوي، لكن وسط الكلام بتبان بصورة أحسن. دي حاجة كنت معلومة عايزة أقولها لك. نكمل بقية الكلام اللي هي بتقوله. O. Und während ihr den Mund so haltet wie für ein O, versucht ihr ein E zu sprechen. Öl. Ungefähr so. Ihr könnt zum Beispiel dieses Wort nehmen, Öl. Versucht mal zu sprechen, Öl, also ohne Ö, Öl und El. Der Unterschied ist, dass O weiter vorne gebildet wird. O, Öl, El, in der Mitte ist Öl. Für englische Muttersprachler oder zumindest amerikanische englische Muttersprachler, ihr könnt das vielleicht auch vergleichen mit خدت بالك وهي بتقول ihr könnt. لو انت لاحظت انا سايبه لك الدنيا خالص، مش عاوزاك تشغل بالك بالكلمات دي، انت بتبدأ تترجمها لوحدك واحدة واحدة. لو في كلام صعب عليك سيبه دلوقتي، مفيش مشكلة، بس حاول تعرف على قد ما تقدر وهي بتتكلم بتظبط، بتقلد نطقها عشان تتعلم لغة صح على قد ما بتقدر. ولكن انا هنا جايباك عشان انا ما بتكلمش، بحاول ان انا اقلل كلامي، ان انت بس تركز في الصوت اللي هي بتقوله، الحاجة اللي هي بتقولها. تشوف مثلا ihr könnt öl، كلمة زيت öl. تمام. كنت جاي من الفعل كونن يعني يستطيع، to can، انه انت تعمل حاجة يعني. تمام. فانا عاوزاك ان انت تقلد النطق بتاعها. سيبك بقى من شرح، هي بتقولك اصل حرف الامريكان بنتهم مش عارف ايه، اصل ممكن تكون عند الامريكان حرف الاو، هي بتشبه، هي بس بتشرح الفكرة، هي بتشرح لك. فانا ساكتة وسايباها هي تتكلم، فانت اسمع هي بتقول ايه. لو لقيت كلمة صعبة في الفيديو ومش عارف معناها او عايز تسأل في اي حاجة زي ما قلت لك واتفقنا، قولي وانا هظبط لك الدنيا ان شاء الله. Wort hurt oder word. Darin habt ihr auch ein Laut, der sehr ähnlich ist zum deutschen Ö. Und das kann man vielleicht auch ganz gut vergleichen. Heard, I heard something. Ich höre etwas. Diese beiden Vokale sind sehr ähnlich zueinander. طيب هي بس هي بعض الكلمات الانجليش، فما تقدر تركز في الانجليش اصلا عشان ما تهش، عشان ما تحسش انه ده تبع الالماني، لا. عشان لقيت يعني ما شاء الله معايا في الكورس حد قال لي هو ده ايه، يعني ايه heard، اللي هي بتقول، هي بتتكلم على كلمة hear او تسمع hear كده. فعلى عكس hören هي اللي معانا، هي الالماني. هي عملت يعني ماكس ما بين الالماني والانجليش عشان الناس اللي بتتوه. لو انت الدنيا تمام ظبطت معاك فخلاص، ولا كأنك سامع اي حاجة ولا كأني بتكلم. Unser dritter Umlaut ist das. بس كده زي الفل. قبل ما تاخد حرف الأو umlaut برضو تاني بأكد لك أنا جايبه لك الفيديو ليه، عشان بس تقرب النطق أو تعرف شكل النطق عبارة عن إيه أو بيتنطق إزاي. دلوقتي هوقف لك الفيديو ده وأروح على الأغنية بتاعة الأطفال اللي كانوا عاملين جايبين فيها بعض الكلمات، وإن أنت تحاول تقلد النطق. في الأغنية هتلاقي بعض الكلمات نطقها ظبط، وفي بعض الكلمات حسيت نطقها مش هو نطق السليم قوي، وأنا شغالة في الفيديو هوقفها لك وأقول لك إيه اللي حصل هنا. ادي الفيديو التاني بتاعنا اللي هيكون فيه حرف ال O umlaut، ده اسمه زي ما احنا متفقين، وهيكون صوته صوت أ كده. فعشان تتدرب على الصوت مش هقولك قواعد نطق، اصل هو ميكس ما بين ال A وال O ومش عارف ال E وال O، الكلام ده شغل انا ما بحبوش، وانت مش هتستلطفه. حتى لو انت عايز ان انت تحفظ كجراماتيك وكده، اللغة مش جراماتيك، انا بخليك ان انت يعني تستقبل اللغة، ان انت تحسها وتنطقها وتتعود ان انت عارف تدمنها. انا عاوزاك تدمنها ازاي؟ ان انت تفضل تسمع الفيديو وتعرف معنى الكلمات اللي في الفيديو. تمام. تعال نشوف الكلمات اللي هما هيقولوها، ولو في كلمة صوتها مش ظابط قوي هحاول ان انا اظبطه لك. لو انت مركز معايا هي بتقول österreich österreich كده، مش احسن حاجة، مش احسن حاجة. هي österreich österreich. طب انا ليه بعدل في النطق في الحتة دي، او ليه بقول لك كده؟ لان انت هتيجي تسمع فيديوهات للالمان ان شاء الله لما تتدرب يعني وتسمع كتير، هتلاقي مثلا يقولك österreich österreich، لكن هي مخليها مضمومة شوية، فكده بقت ميكس ما بين الاو والاو.
عملت أوستراي، يعني ضمت شفايفها جامد. فهي عشان بتعمل ستريس على الكلمة أو إن هي بتظهرها لك، فممكن تكون ما ظبطتش. لكن وهي طبعا بتنطق في الذاتس بسرعة أو بتنطق في كلام كتير فهتظبط. فأنا هعيدها لك تاني الكلمة دي، ركز فيها كده. Buchstaben Ö wie Österreich. داخلة على الأو، أوسترايش. لأ، أنا مش عايزاك تنطق الحتة دي كده. هي أو أوسترايش، أوسترايش مش أوسترايش، مش مضمومة. لا، انت شفايفك بتكون عاملة شكل الخمسة، وتقول مثلا زي الفعل كونن، هتظبطها في بعض الكلمات التانية. يعني هتيجي كام كلمة هنا كده وهقولك هي اتظبطت ازاي، وهخليك تركز معايا برضو. المهم ادي كلمة أول، برضو أول هي نطقها تقريبا أول كده، أول. لا، مش عاوزاك تنطق مضموم، هي أول، أول، أول. حاول على قد ما تقدر تشقلب، اسمع الصوت وقلده، اسمع وقلده. ماشي. Ö wie Öl, Ö wie König, Ö. اهي كونش كده صح، هي ظبطت معاها في كونش. كونش، كونش. على فكرة كونش يعني كينج أو ملك. تنفع تقول كونش وتنفع تقول كونيج بالإي جي، صح. بتحسها داخلة على الكاف سنة، كونيج. سمع التكة، تكة الأمان. كونيج وكونش الاتنين صح. ماشي. مش كونش، مش كونش كده، ولا كونش، لا. حاول تظبط الدنيا. Ö wie Löwe, Ö. شوف لو انت مركز، قالت لوف، برضو وقعت منها في الحتة دي. فتعالى اسمع كده، كونش هي اكتر كلمة ظبطت معاها. هجيبها لك تاني اهو، اهو. وبرضو اول ما ظبطتش قوي. فالستريس على الكلمة بيخلي الفرد اللي قدامك ان هو بيحاول يبين لك الصوت، فممكن ما تظبطش معاه. مش بقولك ان هي بتنطق غلط، هي بتنطق صح، بس هي يعني ما جابتهاش صح، وهي بتنطق عشان هي بتعمل ستريس، دي الفكرة. طيب تعالى نجيبهم تاني كده. Ö wie König, Ö wie Löwe. يعني ماشي، يعني هي في بس ضمة بسيطة في لوف كده، عملت فيها ضمة بسيطة. مش عارفة انت تبقى حاسس بيها ولا لا، بس انا عشان ممكن اكون اللي هو أنا عارف اللي هو الودن مركزة قوي، فممكن اكون بلاحظ انا الاختلافات. بس ماشي، انت بتقول لوف، لو، لوف مش لوف. مفيش الضم، يعني ما تضمش شفايفك قوي. لا، انت بتخليها شبه الخمسة. او، لوف، لوف. كونش، كونش مش كونش. ماشي. ولا كونش، في حد قال لي كونش كده، كونش. انت بتضم شفايفك وتعمل صوت الاو بس وهي مضمومه جامد. لا، ده انت بتخليها شكل الخمسه وبتضم بقى. فمش عارفه اجيبها لك ازاي، بس تشقلب. حتى الناس اللي كانت معايا في الاوفلاين كانوش بيعرفوا يعملوها، عشان ما تقولش اصل انت مش شايفينك. لا، هي نفس الفكره. كونش، اسمع صوت وقلد. كونش. أول مش أول، أول كده غلط. هي كانت قريبة هنا في الفيديو أول شوية، لا. أول، أول. كونش، كونش. لوفا، لوفا. ماشي. كده مش مش خالص. قرب الأصوات، حاول على قد ما تقدر. Ö wie Flöte, Ö wie Mönch. طيب كلمة منش، عشان انت لو مش عارفها، هي كلمة الراهب. تمام. والله انا مش فاكره الرهبان دول كانوا ايه، بس هي بمعنى اسم الراهب. هو مصطلح كده الراهب. تمام. برضو اي كلمه تعدي عليك لازم اعتقد تبدا ان انت تسجلها، وزي ما قلت لك هجيب لك الابلكيشن، هيكون في الديسكريبشن. اعتقد اللينكس بقت بتتحط عادي في الفيديوهات. فهحط لك لينك الفيديو ده، وهحط لك لينك الفيديو بتاع ايزي جيرمان اللي احنا اساسا شغالين بيه، اللي احنا صورناه هنا. وهحط لك لينك ابلكيشن ليو. واللينكس دي كلها، اللينكات دي كلها بتكون على جروبات التليجرام وبتكون على الفيسبوك. فانت خش على اللينكات كلها، خليك مشترك في كل حاجة، بحيث اي حاجة مثلا تحصل تبقى موجود في كله. Ö wie Öffner, سامع؟ افنا بدأت تظبط هنا بقى الصوت. مفيش ستريس على الكلمة قوي، فالصوت ظاهر. تمام. Ö wie Möhre.
برضو كلمة مغ، مغ مش مغ، مغ، غ تبقى هي مغ عشان اخرها حرف الايه، ما ظبطتش معايا في الاسترس. هجيب لك الكلمات دي تاني سريع، هي هتعيدهم تاني بس انا هعدهم لك سريع كده، وانا مش هنطق وانت يعني ركز في الايه، في النطق مش تمام كده الدنيا زي الفل. يا رب تبقى الدنيا تبقى يعني وضحت احسن من الاول، وحاول قد ما تقدر تقلد نطق الفيديو كده، وزي ما قلت لك ما تضمش قوي حرف الاو، خليه ان هي مفتوحة شوية تبقى كده كونش، كونن، تمام. ما تقولش كونن كونن كده لا، ولا كونن ولا كانن، النطق اللي بيجيلي كله في الكورس حاولت ان انا اجمعه لك. الفيديو التالت هيكون على الأو أملاوت بنفس الطريقة من ايزي جيرمان، وبنيجي نطبق على الأغنية برضو شبه دول. إن شاء الله تبقى الأصوات واضحة معاك، أنا عارفة إن هي في الأول رخمة شوية، وهتظبط يعني معاك واحدة واحدة، وبالتكست وبالليزن، وكل ما بتسمع كل ما الدنيا هتتظبط معاك أكتر إن شاء الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.